بالرغم من الكاميرات وإن سهل جدا تتبع تحركاته هو والتاني في أيام وجوده جوه المدرسة، إلا إني بأكد لك إن القضية بتبوظ وهتشوف. حسبنا الله ونعم يا أخي، فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل كل من قال بالفتنة الطائفية في القضية دي، وتوجهه كان كده عشان يولع الدنيا ويرمى على النار بنزين. حسبي الله ونعم الوكيل في الفتاين اللي طلعوا يحكموا في القضية وهي لسه في النيابة العامة ولم تحل محكمة الجنايات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل المحامين الأفاقين اللي قاعدين لكم ورا الكاميرات عمالين يترفعوا لكم ليل ونهار، وهم أصلا قدام المحكمة بس فس ما يعرفش يتكلم كلمتين. المحامي اللي بيطلع لك ورا الكاميرا ده إلا من رحم ربي طبعا، بيطلع لك ورا الكاميرا الجبان الجاهل الفاشل اللي ما عندوش خبرة، يقول لك لو اتمسكت بسجارة تعالى اوريك انت هتعمل ايه، وهو اول واحد بيجري من عربية البوكس. يعني هو اول واحد بيجري من عربية البوكس. تطلع حتة محامية لسه، انا اسف يعني، لسه بتعمل بالبي ولا لسه مش عارف، تقول لها اصل انا كان عندي نفس القضية في الدايرة 9 جنايات. ارحمونا شوية، ارحمونا شوية، كفاية تنظير. سيبوا القضية للمحكمة، سيبوا القضية للمحكمة. ابوس ايديكم تضامنوا مع ياسين زي ما انتوا عايزين، تضامنوا مع ياسين زي ما انتوا عايزين، ولكن سيبوا القضية للمحكمة. احنا واثقين في قضائنا، وان شاء الله يطلع فيها حكم عادل، وان شاء الله نشوف الراجل ده متعلق بالحمرا ان شاء الله.